كان الحسن البصري سيد علماء البصرة وإمام مسجدها الكبير، وكان مالك بن دينار سيد العابدين والزاهدين فيها. وفوجئ المصلون ذات يوم بالحسن البصري يحضر معه مالك بن دينار في مجلس علمه الشهير. درس اليوم سيلقيه عليكم مالك بن دينار، سيحكي لكم قصته مع التوبة والإنابة إلى الله. تفضل يا شيخنا. السلام عليكم ورحمة الله. تعرفونني جميعا زاهدا وعابدا، ولا تعرفون أني كنت قبل ذلك في شبابي فاجرا وفاسقا وسكيرا. يا سبحان الله، يا سبحان الله، يهدي من يشاء. غفر الله لك يا مولانا. نعم، هذه هي الحقيقة. كنت شرطيا في سوق المدينة، أقطع الطريق وأفرض الإتاوات وآكل حقوق الناس. وذات صباح رأيت رجلين يتشاجران في السوق، وفهمت أن أحدهما قد سرق حق الآخر، وسمعت المظلوم يستغيث: يا ظالم، أتسرق الحلوى التي اشتريتها لبناتي؟ والله لا يدعون عليك بناتي الليلة، ولن ترى خيرا بعدها. أيها الأبله، أتظن أن الله يعذبني بسبب حلوى بناتك؟ ألم تسمع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج إلى السوق ليشتري شيئا لبناته فأعطاهن إياه وأدخل عليهن الفرحة، نظر الله إليه بعين الرضا في ذلك اليوم. تأثرت بحديث النبي الذي سمعته ساعتها، ووجدتني أندفع لأول مرة في حياتي كي أنصر المظلوم على الظالم. أيها الرجل، أعط لهذا المسكين ثمن الحلوى التي سرقتها منه ليشتري بدلا منها لبناته، وإلا سجنتك. لم أسرق منه شيئا. يا كاذب، والله لأضربنك حتى تعطيه حقه وأكثر. انتظر، سأعطيه ثمن الحلوى. خذ. هل بخسك شيئا من المال؟ لا والله، إنه ثمن الحلوى بالفعل. انصرف، واحذر أن تقترب من مال البنات بعد ذلك. شكرا يا سيدي، لولاك ما عاد لي حقي وحق بناتي. لا أريد منك شكرا، فقط أطلب من بناتك أن يدعون لي دعوة خير هذه الليلة. بالطبع. أتريد دعوة بعينها؟ نعم، فليقلن: اللهم اهدي مالك بن دينار. عدت يومها إلى بيتي وأنا لا أعرف لماذا رق قلبي لأول مرة في حياتي. كانت تلك هي النقطة الأولى التي وضعها الله في قلبك على طريق التوبة التي لم تخطط لها. نعم يا شيخنا، تمنيت لو أني تزوجت وأنجبت بنتا أحبها وأشتري لها الحلوى كما يفعل الرجل الذي رأيته في السوق. وطبعا تساءلت: من سيوافق أن يزوجك ابنته وأنت سكير وقاطع طريق؟ لهذا نزلت إلى السوق واشتريت جارية، ثم أعتقتها وتزوجتها، وحقق الله أمنيتي وأنجبت منها ابنة جميلة سميتها فاطمة. كانت فاطمة أجمل شيء في حياتي، بل كانت الشيء الجميل الوحيد في حياتي. كلي يا فاطمة حتى تكبري. ولماذا تأكل أنت فلا تكبر؟ أنا أكبر في السن ولا أكبر في الحجم. انتظر حتى آتيك بلعبتي الجديدة. كنت بسبب فاطمة قد أقلعت عن كل ذنوبي إلا الخمر التي أدمنتها، وكانت كلما كبرت فاطمة يكبر بداخلي شعوري بالذنب أنني ما زلت مدمن خمر ولا أصلي. ها هي لعبتي، هيا لنلعب معا. كانت كلما رأت قنينة الخمر أزاحتها من أمامي بتلقائية،
وكأن الله يرسل إلي رسالته من خلالها. كنت أتعجب كيف من الله علي بهذه الطفلة التي تمنيتها، وكيف أسعدني بها رغم أنني لم أتب إليه حتى الآن. لأن في قلبك بذرة خير يريد الله برحمته أن ينميها بداخلك. بلغت فاطمة 5 سنوات وما زالت هي أجمل شيء في حياتي، ثم ماتت فاطمة. صدمت في موتها وغضبت بشدة، عدت إلى فسقي وفجوري. كانت ليلة الأول من رمضان، وقلت لنفسي سأشرب الليلة من الخمر ما لم أشربه طيلة حياتي. ونمت، فرأيت في منامي أن القيامة قد قامت، وأن صوتا يهتف بقوة ويدعوني إلى الحساب ويقول: يا مالك بن دينار، تعال للعرض على الواحد الجبار. أخذت أجري خوفا من الحساب والعقاب، وفجأة وجدت أمامي حية كبيرة في حجم تنين تفتح فمها لتبتلعني. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. أيها الشيخ، انجدني من هذه الحية التي تريد أن تبتلعني. يا بني، أنا رجل كبير وضعيف كما ترى، ولن أستطيع أن أنقذك منها. إذن قل لي ماذا أفعل؟ خذ هذا الطريق إلى اليسار، علها لا تستطيع أن تصل إليك. لماذا توقفت يا بني؟ النار من أمامي والحية من خلفي، ولا أدري إلى ما أتجه. أنقذني أيها الشيخ. قلت لك لا أستطيع أن أنقذك، ولكن خذ هذا الطريق إلى اليمين. أخيراً وجدت نفسي أمام جبل ضخم عليه ستائر تحجب ما خلفه. يا فاطمة، تعالي بسرعة، قد وصل أبوك. أبي! فاطمة، اشتقت إليك كثيراً يا فاطمة. وأنا أيضاً اشتقت إليك يا أبي. هناك حية تريد أن تبتلعني، ورجل مسن ضعيف لا يستطيع أن ينجدني منها. الحية هي ذنوبك الكثيرة ومعاصيك الكبيرة، والرجل الضعيف هو عملك الصالح الصغير الذي لم تستطع أن تنميه في الدنيا. لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني ذلك أنني سأدخل النار يا فاطمة؟ أتذكر عندما نصرت والد البنات في السوق وبعثت إليهن بالحلوى؟ نعم أذكر. لقد دعت لك ليلتها بالخير وكتبها الله في ميزان حسناتك. الحمد لله. وموتي وأنا طفلة صغيرة كتب أيضا في ميزان حسناتك، ولكنك ظللت على ذنوبك ومعصيتك رغم أن الله قد أعطاك فرصا كثيرة للتوبة. يا أبتي، ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ صحوت من نومي وأنا أردد الآية الكريمة التي ذكرتني بها ابنتي في منامي: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. وجدتني أقول بقوة: آن يا رب، آن يا رب. ثم نهضت واغتسلت وساقتني قدماي إلى المسجد، فكانت صلاة الفجر في أول يوم في رمضان. انضممت إلى المصلين، وكان الإمام هو سيدنا الحسن البصري، وقرأ في الركعة الأولى الآية نفسها: ألم يأن للذين آمنوا
أن تخشع قلوبهم لذكر الله. نعم، أذكر ذلك. وطبعا فهمت ساعتها أنها رسالة من الله بأن ما رأيته في المنام هو رؤيا علي تحقيقها. ومن يومها تبت إلى الله وتعلمت فنون الخط العربي، وبدأت في كتابة نسخ من المصحف بيدي، انتشرت كما ترون في البصرة كلها. هكذا نفهم أن الله عندما يعلم أن في قلب عبده نبتة خير يمهله حتى يتوب ويساعده على التوبة، حتى ولو اكتمل خط التوبة على مراحل ومحطات متلاحقة. فإذا رأيت شخصاً عاصياً لا تتعجل في الحكم عليه، ولا تنهره، ولا تقطع عليه خط التوبة الذي لم يكتمل بعد، بل أمهله كما أمهله الله، فلا أحد يطلع على القلوب إلا هو سبحانه وتعالى.